السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سيف نادر. النهاردة الفيديو جديد عبارة عن ازاي تعملوا اول لعبة ليكم في سكراتش. ولعبة النهاردة هي لعبة اللي هي الديناصور. لما تفتحوا والنت بيبقى ضعيف قوي او النت فاصل ويطلع لكم اللعبة بتاعة الديناصور اللي هي على جوجل كروم. دي فكرة اللعبة. تعالوا نوريكم ازاي بتتلعب. اول حاجة احنا هنضغط على هنا كده واحنا بننط من فوق البارود ده وهو بيعدلنا احنا قعدنا وقت قد ايه. دي فكرة اللعبة كلها. اللعبة مش سهلة قوي ومش صعبة قوي يعني، عادي ممكن تقعد فيها فترة كبيرة بس لو انت مركز. شايفين اول ما تلمسه لو لمسة صغيرة قوي بس بيقولك ايه جيم اوفر. تمام، تعالوا نشرح الاكواد دي واحدة واحدة. بس تعالوا نبدأ من الحاجة السهلة وبعدها نطلع الحاجة الصعبة على طول. اول حاجة عندنا كلمة وين كليكد. يعني ايه كلمة وين كليكد؟ اول حاجة انت هنجيبها منين؟ هندوس على كلمة ايفنتس دي كده ونجيبها من هنا، هنلاقيها هنا اهي نقدر نحطها. تمام، كلمة وين كليكد يعني بالعربي لما يتضغط. طب لما يتضغط ايه؟ لما الجرين فلاج ده يتضغط. لما نعمل كده، لما ندوس على الجرين فلاج ده اللي هيحصل بقى يذهب للإحداثي ده. الإحداثي ده هتلاقيه موجود عندك اهو، ده الإحداثي الموجود. ده معنى ايه الإحداثي ده؟ ده ان هو اول ما يضغط على الزر ده عايزين البارود ده يبقى هنا عشان يبدأ لنا على طول من هناك، ما نقعدش احنا بقى نجيبه ونوديه عشان يبدأ لنا اللعبة، لأ. فهو حتى لو هو هنا كده، بصوا استنوا نجيب البارود ده هنا كده. تمام، بارود هنا اهو. اول ما نضغط هنا كده بص هيروح فين، صح؟ عشان كده ايه؟ عشان يجي على طول. تمام، بعده ايه؟ when space key pressed، يعني لما السبيس تضغط او المسطرة تضغط. عندك في الكيبورد هتلاقي المسطرة اول ما تضغط عليها ايه اللي بيحصل بقى؟ في حاجة بتتكرر 8 مرات. ايه اللي بيتكرر؟ انك بتطلع لفوق بنسبة 15 درجة. يعني بص النطة بتاعتي بتبقى عاملة ازاي. واحدة، بص النطة بتاعتي بتبقى عاملة ازاي. شايف هي عاملة ازاي؟ دي بقى هي النطة كلها، هو ده الموضوع. ده اللي يعني واي ده الإحداثي واي، هو ده اللي فوق واللي تحت. يعني لو انت عايز تغير الحاجات اللي فوق واللي تحت تغيرهم من الواي والسالب واي. لو عايز تغير اليمين والشمال اسمه ايه ده، هتغيره من الاكس من السالب اكس. تمام، قلت له بعد ما يطلع لي فوق يستنى 6 أجزاء بس من الثانية وبعدها ينزل تاني ويستنى 8 أجزاء من الثانية. فالنظام بقى شغال كده. ده شكل النظام، بيطلع أسرع وينزل أبطأ على ما يكون ده عدى من هنا عشان نسهل اللعبة شوية. دلوقتي هندخل على الجزئية بتاعة البرد. هي صعبة شوية بس مش صعبة عليكم إن شاء الله. طبعا احنا شرحنا زرار الوين كليك ده بيعمل ايه، اللي هو لما الجرين فلاج يتضغط كل حاجة مكتوب عليها وين كليك هتحصل. تمام، جوتو الإحداثي ده. تمام، دلوقتي عندنا السبرايت الصغيرة بتاعتنا دي هي واقفة في الإحداث إنها مبتتحركش. يعني لو هي السبرايت ده هنا كده تلقائيا أول ما ندوس هنا هيروح هناك. تمام، يبقى احنا عرفنا دلوقتي ببساطة جدا زرار الجوتو ده بيعمل ايه. او ده لو هو هنا ودوسنا كده زي ما انتم شايفين الزرار ده بيعمل ايه بكل بساطة. بعدين قلنا له forever يعني ايه بالعربي؟ forever بالعربي يعني للأبد، يفضل يكرر ايه للأبد، يمشي للشمال. طبعا قلنا ان سالب اكس اللي هي الشمال والاكس لوحدها من غير سالب يمين، الموجب واي فوق سالب واي تحت. تمام، قلنا له يتحرك للشمال دايما ويجيب الشخصية اللي بعدها. يعني ايه الشخصية اللي بعدها؟ تعالى كده احنا عاملين فوكس على البارت، عاملين فوكس على البارت. نروح للكاستيومز كده هتلاقي عندك شخصية وشخصية تانية، شخصيتين في البارت. ده معمول عليه 1 وده 2. انت اول ما بتبدأ بتبقى معمول على شخصية 1 ده عشان يبقى شكلك كأنك بتطير. محتاج انك تغير بين الاتنين وانت اكيد مش هتقعد تعمل كده كل شوية. فانت بتقول ان هو يحول تلقائي للنكست كاستيوم عشان يبقى شكلك بيطير زي ما انت شايف كده. كده هو شكله بيطير. تمام، وبعده ايه تاني؟ قلنا له انتظر ال5 أجزاء من الثانية دولت
بعد يعني ما بين كل تغيير بيستنى 5 أجزاء من الثانية. دلوقتي احنا بدأنا نحط له شروط. طب ايه الشروط اللي عندي؟ قلت له لو الاكس بوزيشن او اللي هو الاحداثي اكس ده قيمته كانت تساوي -250 اللي هو هيبقى هنا كده، يعني هيبقى لازق في الحتة دي. قلنا له ان هو يروح للاحداث اللي هو بدأ منه في الاول عشان يبقى شكله كأنه في ناس تانية بتيجي مش هو بس اللي بيجي. يعني بصوا هيبقى عامل ازاي لو انا شلت ده خالص كده. بصوا لما هو يتحرك هنا، بصوا هو اصلا هو نفس الشخصية كل مرة بس بتيجي، بس هي بقى بيبقى شكلها ان كأنه شخصيات تانية هي اللي بتيجي. ده فايدة اللي هو الشرط ده. طب الشرط التاني حلو جدا وواقعي جدا. بنقول له لو if touching sprite، يعني لو البارود بتاعنا ده لمس السبرايت بتاعنا ده يغير الباك جراوند تو بلو سكاي 2. بلو سكاي 2 دي احنا كنا مجهزينها مسبقا، لازم نكون مجهزينها مسبقا. تروح على الباك دروبس كده هتلاقي عندك بلو سكاي 1 بلو سكاي 2. انت بقى تكتب واحدة وتكتب عليها جيم اوفر ويبقى عندك 2 وتزوم على دي وبعدها تمشي من هنا عشان يبقى شكلها طبيعي. تروح على البارد كده تمام، وبعدها يستنى 3 ثواني وهو بيعرض الشاشة دي، وبعدها يغير للشاشة الأساسية بقى اللي احنا كنا بنلعب فيها اللعبة، وبعدها يعمل ستوب اول يعني يقفل كل حاجة، مفيش حاجة تانية تبقى شغالة بعد ما الحوار ده بيحصل. يعني كده اهو انط، شوفوا اول دلوقتي لما هو عمل اللعبة كلها وقفت ما عادش حاجة شغالة. لكن لو انا ضغطت على الجرين فلاج تاني كل الاوامر دي هتتكرر تاني زي ما كانت في الاول زي ما انتم شايفين. تمام. بعدها جبتله امر تاني، قلتله وين كليكد. عرفنا بقى وزهقنا من امر وين كليكد ده. عرفنا ان هو لما الجرين فلاج ده بيتضغط كل حاجه محطوط عليها وين كليكد بتتضغط او بتتعمل. قلتله set time to 0. طب هو ايه التايم ده؟ بص هتروح عند كلمه variables الحلوه دي وتعمل make a variable وهتكتب اسم الفاريبل اللي انت عايز تعمله. انا مثلا كنت عامل variable اسمه time مثلا، ماشي، او كنت عامل variable اسمه time ودوست على التايم ده كده. عايزك تدوس لي علامة صح عشان يظهر. قلت له اول ما نبدأ حول لي قيمة التايم ده، حولها لي 0 وبعدها افضل كرر لي للأبد لغاية ما البرنامج شغال تغيره بقيمة 0 واستنى ثانية على ما يعني ما بين كل واحد وواحد ثانية عشان يبقى بيعد الثواني بالظبط. ثانية اعمل كده، شوف بيعد ثواني ما بين كل الواحدة في ثانية بس. هو دي كانت فكرة لعبتنا النهاردة. اتمنى تدوسوا اشتراك، اتمنى تدوسوا لايك، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. بس شكرا.